ألف 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 مبروك لإخواننا وأشقائنا المغاربة على التأهل للنهائي مع المنتخب السنغالي. مباراة اليوم أمام نيجيريا كانت مباراة قوية والله. نهائي راحت 120 دقيقة ثم لركلات الجزاء. بونو يا بونو، والله طريقة تصدي ركلة الجزاء الثانية كانت غريبة جدا. كان يتمشى على الخط، بسم الله ما شاء الله عليك يا خويا بونو. صراحة أسعدت تلك الجماهير الكبيرة والغفيرة في ملعب مولاي عبد الله، الملعب التحفة والأيقونة. والله كي وصلوا ركلة الترجيح قلت له لأخي، كنا نتفرجوا المقابلة مع بعض، قلت له يعني والله خيبة كبيرة وعيب كبير أنه يخرج هذا الجمهور الغفير في الملعب أنه حزين اليوم. والله عيب في أمام أرضية ميدانك. حظ موفق للإخوة المغاربة في النهائي. أعرف أنه كل الشوارع المغربية تعج بمناصري المنتخب المغربي، ولا المغاربة 40 مليون مغربي اليوم سعيد جدا بهذا الانتصار والفوز الشاق جدا أمام المنتخب النيجيري القوي الذي صمد طيلة 120 دقيقة. فمجهود بدني استنزفه لاعبي المنتخب المغربي، والله مجهود بدني كبير للاعبي المنتخب المغربي. ونتمناو انه يكونوا واجدين وحاضرين بدنيا مع السنغال القوي اللي شفناه في مباراة امام مصر. صراحة المنتخب السنغالي ايضا يخوف، ما راهوش سهل بتاتا، فالمأمورية صعبة، خاصة المباراة اليوم امام نيجيريا المنتخب المغربي. فاستنزف طاقة كبيرة ومجهود بدني كبير للاعبين المغاربة. نتمنى انهم يحضروا للفينال. وهضرها الركراكي الان، شفتوا الان مباشرة امام ميكروفون بين سبور، قالوا بدنيا صراحة استنزفنا بدنيا، وان شاء الله نحضروا انفسنا للنهائي، لانه السنغال ما تعبش مع مصر وما تعبش مع المالي ايضا، كان يلعب بذكاء. يعني 90 دقيقة كملوا اللقاء تاعهم، حتى اللقاء في 90 دقيقة تاع اليوم مع المغرب مع نيجيريا، فبدنيا استنزف طاقة كبيرة في 90 دقيقة، ومن بالك كيكملوا 120 دقيقة. ان شاء الله في الفينال في مولاي عبد الله نتمنى أن النجمة الثانية للإخوة والأشقاء المغاربة. المنتخب المغربي عنده الحق أنه يفرح الشعب المغربي، 50 سنة ما فرحش بهذا الكأس. إن شاء الله تكون مربوحة لإخواننا وأشقائنا المغاربة. نتمنى لكم أنكم تفرحوا بهذا الكأس بإذن الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم.